عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا صاحبي، عاملين ايه؟ انا ام العيال واولادي سوسو ودودو لولو. بس انا في حاجة غريبة وعجيبة، كان لازم اكلمكم فيها. صاحبتي يا جماعة، صاحبتي وقلبي وكلني عليها. تخيلوا تصوروا، بقول لها آم، انا انا عايزه اسمع منك حدوته، انا بحب اسمع صوتك وانتي بتحكي الحدوته. الاولاد بيناموا على صوتك وانتي بتحكي لي الحدوته، ممكن تحكي لي حدوته؟ تخيلوا حكيت لي حدوته ايه؟ مش هتصدقوني لما اقول لكم متغيره متحوله. حكيت لي حدوته مرعبه، حكيت لي حدوته فامباير. عارفين فامباير؟ اللي بيعضوا الناس ويطلعوا منهم دم، وبعد كده يقوموا عضينهم وواكلينهم ومخربشينهم. احكي لكم الحدوته ولا هتخافوا؟ ايه رايكم؟ الاغنيه دي انا زهقت من الاغنيه دي، ما بتشغلش الا الاغنيه دي. غبي. طب انا هحكي لكم الحدوته. قالت لي ان في يوم من ذات الايام كان في بنت اسمها منى. منى دي اهي. بصوا كانت حلوة وبنوتة وأمورة ازاي يا جماعة. بتقولي في يوم من الأيام منى كانت نايمة جنب جوزها، وفجأة صحيت من النوم. قالت له قالها في ايه؟ قالت له أحمد. آم، قالها في ايه؟ نفس الحلم الوحش اللي انتي بتحلميه؟ قالت له ايوه، هو نفس الحلم يا احمد، مش راضي يسيبني، مش راضي يبعد عني. قالها طب وبعدين في الحلم ده ما تحكيهولي؟ قالت له لا مش قادره احكيهولك. قال لها لا احكيهولي. قالت له يا احمد انت لو عرفت حقيقتي هتبعد عني، هتكرهني وهتخاف مني. قال لها لا قولي، انا احمد حبيبك وعشرة عمرك، قولي. قالت له يا احمد، انا انت فاكر ان انا عمري 27 سنة، لكن انا في الحقيقة عمري 120 سنة. لها ايه الكلام ده؟ قالت له بصراحة يا احمد انا فامباير، بس هما اللي وصلوني لكده، هما اللي ضغطوا عليا لحد ما طلعوا الشر من جوايا. ولما يطلع الشر من جوايا يبقى ما تزعلوش. انتوا اللي عملتوا كده، انتوا اللي حاولتوني كده. احمد خليك معايا، اوعى تسيبني يا احمد. بص يا احمد، ما تبصش، انا مش عايزك تعرفني وانا كده، اوعى تعرفني واوعى تخاف مني. طب وقول لهم كلهم ما يزعلوش لما يصحوا الصبح يلاقوا نفسهم متخربشين. ما يزعلوش لما يصحوا الصبح يلاقوا نفسهم متعورين. ما يزعلوش لما يلاقوا ظهرهم مخربش، رجلهم مخربشة ووشهم مخربش. ما تزعلوش، انتوا اللي ابتديتوا. خليك قدها خليك قدها لو تقدر. خليك قدها بس هتلاقي نفسك تعبان، مش عارف انت رحت ولا جيت، بس هتلاقي نفسك شقيان من أعمالكوا هي اللي اتسلطت عليكوا، انتوا اللي عملتوا كده. أحمد ما تسيبنيش يا أحمد، اسمح لي لو ممكن. أحمد أنا هعضك بس عض صغننة، عارف ليه؟ علشان ما تبعدش عني، علشان لما نعيش سوا. اوعى تمشي وتسيبني يا احمد، اوعى تموت وتسيبني، ارجوك. انت عشان بحبك ممكن ما اذيهمش، عشان خاطرك انت وغلاوتك انت مش هاذيهم، عشان خاطرك انت. بس خليك معايا، اوعى تسيبني، اوعى تبعد عني. موافق يا احمد؟ موافق؟ هتعيش معايا؟ هعضك بس بشويش، بس عشان يبقى دمنا واحد ونعيش في الحياة الأبدية، وتوصل عمرك ل120 سنة زي ما أنا وصلت ل120 سنة.
هنعيش مع بعض العمر كله، العمر كله في سلام يا أحمد، في سلام. هسيب الناس الوحشة، هسيب الناس الشريرة، مش هنتقم منهم، مش هنتقم منهم يا أحمد، بس ما تسيبنيش وخليك معايا، ماشي؟ أرجوك يا أحمد، أرجوك. موافق يا أحمد؟ مش هتسيبني، مش هتسيب منى، مش كده؟ يرضيكوا كده؟ يرضيكوا؟ دي حدوتة أسمعها قبل ما أنام؟ يرضي كده؟ يرضيك يا رب؟ دي حدوتة صاحبتي تحكيها لي قبل ما أنام إزاي؟ والأولاد يناموا إزاي؟ بس يا رب قولي الحل، وقولي الوضع، وقولي أمشي كيف يا رب؟ أنصحها بإيه يا رب تبعد عن الفامباير وأكلي لحوم البشر يا رب؟ هي عايزة تعيش في سلام يا رب، اهديها للخير وللأمان وللسلام يا رب، وابعدها عن الفامباير والفامبايرين يا رب العالمين. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين يا رب العالمين.